السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه النهارده مباراه القمه ال 131 قدر الاهلي انه يحسمها. الحسم النهارده بالنسبه للنادي الاهلي مهم جدا جدا، وتعتبر اهم مباراه في الموسم للنادي الاهلي، سواء للاعبين او لمجلس اداره النادي الاهلي ما قبل الانتخابات الحقيقه. وبالتالي النهارده المباراه راحت وجت، لكن في الاخر الاهلي يستحقها ليه؟ كل الامكانيات بتقول ان الاهلي الافضل، لعيبته الافضل، بدنيا الافضل، دكه البدلاء هي الافضل. فبالتالي عمليه الرجوع للمباراه ما كانش صعب. بعض التغييرات هي اللي عملت الفارق الحقيقه بالنسبه للنادي الاهلي. اهم تغييره طبعا وبلا شك حسين الشحات، اللي الحقيقه يعني بيدي زي ما نقول كده مثال ان انت كلعيب وقاعد مركز وشايف وعارف انت هتنزل تعمل ايه، تغير شكل الماتش وتغير النتيجه. هو ده اللي الحقيقه اللي لازم كل اللعيبه تكون بتفكر فيها، لكن ما تقيرليش وما تزعليش وتكشر لي. النهارده حسين الشحات عارف هو نازل بيعمل ايه، وعارف هو هيعمل ايه في الماتش، وهيجيب جول ازاي، وهيباص ازاي. كل ده كان مرسوم عند حسين الشحات من وجهه نظري كلاعب الحقيقه، وشايف تحركات حسين الشحات. الاهلي يمكن ابتدى وحش، الزمالك ابتدى احسن، جاب جول وضربه جزاء صحيحه، ولكن هي في الاخر انك تكمل الماتش ده مش معناه ان انت وحش. الزمالك فريق كويس وعمل ماتش كويس، لكن هي الامكانيات كده، يعني امكانيات موجوده على قد اللعيبه، على قد تغييراتك، على قد امكانيات اللعيبه اللي بتنزل. على العكس خالص النادي الاهلي اللي عنده لعيبه زي ما انت شفت كده، حسين الشحات، ديانج، كل اللعيبه الحقيقه اللي عند النادي الاهلي على دكه البدلاء. شفنا ديانج بينزل بيعمل ايه، الانفراد، القوه، السرعه، ده مش موجود عند نادي الزمالك. مفيش حد عمل الفارق عند نادي الزمالك في تغييراته. فبالتالي كابتن عماد النحاس محظوظ ان عنده اللعيبه دي. ماتش زي ده ما كانش يعدي من النادي الاهلي خسران، لان لو كان الاهلي خسر كانت هتسبب ازمه كبيره وازمات كبيره قادمه للنادي الاهلي. وعلى العكس صحيح دلوقتي بالنسبه لنادي الزمالك، اللي هيتسبب الماتش ده وخساره نادي الزمالك لازمات موجوده في الفريق، وازمات موجوده عند الاداره، وهنشوف ايه اللي ممكن يحصل بقى الفتره اللي جايه. بس في الحقيقه النادي الاهلي يستحق، كان ممكن النتيجه تبقى اكبر من كده كمان، ويستحق الفوز بجداره الحقيقه النادي الاهلي. ويمكن الامور الخاصه بالمباراه لو سير اللقاء بالتشكيله سواء هنا او هنا، ده الافضل. افضل شيء عمله كابتن عماد النحاس ان هو لعب بالطريقه دي. النهارده حد شاف بزيرة، حد قدر ان هو يرقص كوكا؟ لا، النهارده كوكا نجح في ان هو يوقف خطوره اللاعب ده، وقدر ان هو يعني انا ما شفتش النهارده اللاعب الجميل ده ولا الصغير ده ولا البرازيلي ده. النهارده ما شفتش لعيب برازيلي موجود في نادي الزمالك، الكل كان معتمد عليه بشكل كبير، وده عيب خطير جدا لما تكون معتمد على لاعب واحد مش على جماعيه الاداء في نادي الزمالك. نادي الزمالك عمل اللي عليه وادى اللي عليه على قد ما قدر الحقيقه في المباراه، ولكن في الاخر زي ما برجع برضه واقول قوه وقدره الاهلي كبيره جدا في الرجوع للمباراه، نتيجه اللعيبه اللي عنده، نتيجه حاجات كتير جدا، الحماسه اللي موجوده عند اللعيبه، وازاي يطلعوا خسرانين والجمهور ده يمشي زعلان. ولكن النهارده لقاء القمه من وجهه نظري انا الشخصيه لقاء حلو، بقالنا كتير ما شفناش الجيب المفتوح ده. والحقيقه نادي الاهلي ولاعيبته كان عندهم القدره ان يعملوا سكور في الشوط الثاني بالذات. الشوط الاولاني كان مش احسن حاجه، الشوط الثاني بعد الهدفين كان ممكن النادي الاهلي يعمل سكور كبير، ولكن طبعا مش عارف هل كان في رعونه. عمر كمال ضيع واحده، طبعا تريزيجيه كان بيجري كتير قوي في الماتش ده، لكن الهدف اللي جابه ممكن يكون حسن بس من شكله. محمد هاني لحد ما النهارده افضل. بنتكلم في نص ملعب مروان عطيه عمل مجهود كبير جدا. اللاعب الواعد ياسين مرعي طبعا خطا كبير جدا عمله في ضربه الجزاء، ولكن خلاص الامور بالنسبه له طبعا بتتنسي بعد الفوز. كل الامور دي الحقيقه بالنسبه للنادي الاهلي كانت موجوده في الماتش النهارده. هل كابتن عماد النحاس ممكن يكمل بعد الفوز ده؟ بيكسب، وكسب مين؟ الزمالك، ورجع ل يعني الصداره.
ورجع لوجوده في مكانه الطبيعي النادي الاهلي، هل اداره النادي الاهلي ممكن تعلن بكره او بعده عن مدير فني جديد في ظل ان هو عندهم مدرب يقدر يمشي الموسم بشكل جيد، وامكانيات اللعيبه الموجوده تقدر تساعده كتير، بدل ما تروح تدفع دولارات وفلوس كتير؟ عندك مدربين الحقيقه تقدر تشتغل بيهم، لكن اهم حاجه الثقه وتدي الفرصه للمدير الفني المصري. الحقيقه مبروك للاهلي، اهم مباراه في الموسم. هارد لك للزمالك اللي عمل ماتش الى حد ما جيد على حد امكانياته وقدره لعيبته وقدره مدربه، وبالتالي طبعا مبروك للاهلي رجوعه مره اخرى، والمنافسه بقت موجوده بقوه الحقيقه في الدوري المصري. الاهلي، بيراميدز، الزمالك، المصري، وايضا دجله موجود الحقيقه، ما نقدرش نقول غير ان دجله برده من الفرق المكافحه في الدوري.